نشوف بقى اهم حاجات استخدمه فيها. بستخدمه في كذا صناعه، زي ما قايل لك من شويه صناعه الصابون. مفيش صابونه في الدنيا كلها ما فيهاش صوديوم هيدروكسيد، لازم ده اصلا صناعه الصابون. يعني انا ما ينفعش اصنع صابونه من غير ما استخدم صوديوم هيدروكسيد في البروسيس نفسها. الحاجه الثانيه السينثيتك سلك، الحرير الصناعي. الحرير الايه الصناعي، طبعا انت الحرير انت عارف اللي هو الحرير ده فيه دوده كده بتقعد تعمله فبتنسجه، فالحرير ده حاجه طبيعيه. احنا بقى ممكن نعمله بطريقه صناعيه. فسلك اللي هو اللي هو الحرير. فلما حد يقول لك انت شعرك عامل زي السلك ما تزعليش، هو كده بيقول لك انت شعرك عامل زي الحرير، فما تزعليش خالص. بجد والنبي يا ابو نواف. اخر واحده خالص اللي هي البيبر، صناعه الورق. طيب الحاجه الثانيه ان بما انه هو بيز فهنستخدمه علشان ابيوريفاي البتروليوم برودكت او البتروليوم من الاسيديك امبيورتيز اللي فيه. يعني بمعنى اصح لو انا عندي شويه اسيديك امبيورتيز عايز اتخلص منهم، احط ال NaOH يرياكت معاهم عشان هو بيز وهيرياكت مع الاسيد عادي. نيجي بقى لاهم واحده في كل القصه دي كلها اللي هي رقم 3، بستخدمه عشان اديتكت سم كاتاينز زي ال Al والCu.